طيب حاضر. مش للدرجه دي يا احمد. هشيله والله. لا حول ولا قوه الا بالله. هتشيله بايدك ازاي؟ هو مش المفروض انت خلصت شغل قاعد على اللاب بتعمل ايه؟ انا بتداول على منصه بينمو. تطلع ايه منصه بينمو دي؟ دي منصه للتداول من اكبر المنصات في جميع انحاء العالم، في ملايين من الناس بتتداول عليها. طب هو انا اقدر اتداول زيك؟ طبعا دي من افضل المنصات بالذات للمبتدئين، لان هي بتحلك دوره تدريبيه عشان تتعلمي فيها التداول وعشان تقللي من المخاطر انك تخسري فلوس، وكمان بتديكي حساب تجريبي ان انت تقدري تجربي فيه من غير ما تعرضي مخاطر انك تخسري فلوس حقيقيه. بمعنى ان انت بيديكي حساب فيه 10000 دولار تقدري انك تجربي فيه التداول وتخسري وتكسبي من غير ما تاثر على فلوسك الحقيقيه. زي ما انت هتشوفي قدامك دلوقتي ده الحساب التجريبي اهو، فيه 10000 دولار، واقدر ان انا اتداول بيهم واجرب التداول لحد ما ابقى واثق في نفسي اوصل لدرجه ان انا اجرب حساب حقيقي. هو كده انا اقدر اسحب فلوسي واحطها في اي وقت؟ من مميزات المنصه دي ان انت تقدري توديعي فلوس وتسحبي فلوس 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع، يعني في اي وقت. وكمان في خاصيه ان انت ممكن تكلمي فريق الدعم او تدردشي معاهم على مدار الساعه، بيردوا عليكي في اقل من دقيقه. طب ما توريني كده اي حاجه من اللي انت بتكسبها. زي ما انت شايفه كده انا هفتح دلوقتي صفقه حقيقيه اهي وهبدا ان انا اتداول. المفروض ان انا استنى لحد ما الصفقه تطلع ويس كسبت زي ما انت شايفه اهو. بجد الموضوع طلع جميل جدا. كمان في مميزات كتيره جدا في البرنامج ده، سحب وايداع بدون اي رسوم على السحب او الايداع، وكمان في انواع حسابات منها القياسي والفي اي بي والحساب التجريبي حساب الذهب. من مميزات التداول على الحساب التجريبي ان هو ما فيهوش مخاطر، وتقدري كمان تسترجعي الفلوس اللي انت خسرتيها على الحساب التجريبي. كمان انت لما بتوديعي فلوس بتقدري تكسبي عليها مكافآت على الايداع ذات نفسه. وكمان في مجموعه متنوعه من المؤشرات والادوات للرسم البياني. كمان في كتير من الاصول والعملات اللي ممكن تستخدميها على المنصه. طب ما تسيبني كده اجرب بنفسي شويه. تعالي اتفضلي. يلا مستنيين ايه؟ اللينك هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. ابداوا التداول وما تنسوش الحساب التجريبي عشان ما تخسروش اي فلوس حقيقيه وتتعرضوا للمخاطر، وما تنسوش كمان الدوره التدريبيه اللي على البرنامج اللي ممكن تتعلموا من خلالها التداول. يلا بينا. السلام عليكم، بدايه فيديو جديد. اهلا ومرحبا بكم في قناه شاور فاميلي. الشقه فاضيه يا جدعان، وزي ما وعدتكم على قناه عمر اللي هي قناه شاور الكبيره، وعدتكم ان انا هعمل مقلب في المعز بالخنزير اللي انا لسه جايبه. فانا دلوقتي عمر مشي وانا المفروض قاعد لوحدي في البيت ومستني المعز لحد اما تيجي عشان اعمل فيها المقلب. فانا هوريكم الخنزير، بس هوريكم في الحمام دلوقتي. انا بصراحه يعني اول مره في حياتي اشوف خنزير، وممكن يبقى معظمكم اصلا ما شافش خنزير في حياته. يعني هو منظره مقزز بصراحه، انا خايف منه جدا، بس هحاول اصوره لكم كده ايه من بعيد كده عشان يعني تشوفوه برضه. بصوا يا جدعان، هو ده الخنزير اهو. شكله وحش يا باشا. ولا خنزير بص الصوت عامل ازاي يا جدعان؟ صوته مرعب بجد. المفروض بقى ان المعز المفروض يعني اول ما تخش الحمام هتفتح الباب كده تخش تلاقي المنظر ده قدامك كده. مش عارف هيبقى رد فعلها ايه، بس غالبا هي اول ما هتشوف الخنزير ده ممكن يغمى عليها، فاهم؟ ممكن، انا مش عارف، مش متخيل بصراحه يعني. فاحنا هنشوف مع بعض دلوقتي. هستناها بس قدامها مثلا ايه 10 دقايق ربع ساعه كده لحد ما تيجي، واول ما تيجي هعمل نفسي كاني بصور فيديو عادي عشان ما تقلعش النقاب، عشان لو قلعت النقاب مش هعرف اصور. فانا هعمل نفسي كاني بصور فيديو، اي فكره كده عبيطه يعني لحد ما ايه اما يتعامل. ونرحب يا جماعه كلنا بام عزوز اللي لسه جايه من بره دلوقتي. ازيك يا ام عزوز، عامله ايه؟ الحمد لله. منوره الدنيا. تعالي سلمي على لسه الناس. ما خلصتوش تصوير؟ لا احنا عمر مشي خلاص، خلصنا تصوير عمر، بس انا بصور انا لنفسي يعني. قلت اعمل لقطه كده قبل ما انت تيجي بس. مش تقول لي يعني اظبط نفسي يعني؟ ما انت او انت دايما مظبطه نفسك. بص الله اكبر، اوت فيت روعه. تعالي سلمي على الناس بجد والله. اصلي الف مبروك. بس غالي، يا ريت بقى ايه؟ الف مبروك. هديكي حق عيب عليك. طب يا جماعه زي ما احنا اتفقنا قبل ما معز تيجي ان احنا ان شاء الله هنجيب الاضحيه بقى، الخروف الجميل. يا ريت بقى. احنا يا جماعه انتوا عارفين فاضل اللحمه الضاني بكام؟ خلاص فاضل كام يوم بس على العيد اهوت، فاحنا هنجيب الخروف مش فاهمه في ايه، وهنحطه في الحمام بتاعنا دوت لحد بس ما يجي عيد ايه الاضحى ده؟ ان شاء الله. في الحمام ازاي؟ مش مشكله عادي، يومين بس، يومين لحد يا بس احمد لا يا احمد لحد هيبهدل الدنيا. معلش عز يا ابني بيدخل هنظبط الحمام. الحمام بقى، وما نخليش عز يخش بقى لحد ما والله كده. العظيم. ماشي يا جدعان، زي ما اتفقنا ان احنا ان شاء الله هنروح نجيب الاضحيه بتاعت عيد الاضحى مع بعض، وهوريكم وانا بجيب الاضحيه هجيبها منين وهجيبها بكام وكل الكلام دوت. وهنوريهم واحنا بنذبح اول يوم هنوريكم الذبيح بقى، ونوريكم الذبايح اصلا في الشارع. هنعدي على الجزارين في الشارع ونفرجكم على كل حاجه. فعشان كده ايه، تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان تشوف كل ما هو جديد وكل ما هو ممتع في هذه القناه الرائعه. ماشي. طب يا جدعان عايزين بس كلنا نرحب بام عزوز اللي هي ضيفه الفيديو بتاعنا النهارده. انا مش عارف انا كنت هصور الفيديو ده من غيرك ازاي. انت كداب، انت اصلا كنت بتصور من غيري، ما كنتش هنا. طيب تحبي نجيب خروف ولا عجل ولا جمل ولا ايه بالظبط عشان نضحي بيه؟ والله يعني احب ان احنا
اكبر حاجه بحيث ان احنا نقدر ندي لاكبر عدد من الناس. بس فين بقى الفلوس يعني كل واحد بيجيب اللي هو يقدر عليه. الله يبارك لك، الله يبارك لك. معايا دلوقتي دخلت المطبخ عشان تجيب عشان تشرب. مبهدلها ازاي يعني؟ عايز اشوف حد يروق الشقه عشان الشقه مبهدله مش هقدر اروقها لوحدي. طيب ماشي هيشوف لك اي حد يجي يروقها. ماشي بس خلاص يا ابني العيد امتى يعني؟ خلاص ماشي حاضر والله هظبط لك الدنيا. احمد انت بهدل الدنيا يا احمد، التصوير بهدل الدنيا في الشقه. ماشي. دخلت الحمام معرفش شافتني ولا ايه بس هي في الحمام دلوقتي. احمد هو انت جايب كلب يا ابني؟ لا مفيش كلاب يا بنتي. وحياة ربنا في كلب في الحمام وحاطط وشه تحت الحمام. كلب ايه يا بنتي؟ لا مش جايب كلب ولا حاجه. وحياة ربنا كلب. هو انت مش جايب كلب؟ هو انا اتعاملت مش جايب كلب يا بنتي، مش جايب كلب. امال اهو مش جايب كلب. احمد ايه الصوت ده؟ هو الكلب ده تعبان؟ سبت الباب مفتوح ولا ايه؟ هو الكلب ده تعبان يا احمد؟ كلب ايه؟ كلب ايه يا بنتي مدمر؟ ده تعبان يا احمد، انت سمعت صوته؟ يا بنتي هو كلاب يا كده نهار ازاي؟ اسود مش قادره بجد. لا يا احمد انا الصوت خضني قوي. ومفيش كلاب كده اصحى كده. عامل ايه ازاي؟ بجد لا ايه الصوت ده؟ عامل ايه ايه الصوت طيب؟ ده تعبان يا ابني، ده تعبان، ده ممكن يجيب لنا امراض. يا بنتي عادي بقى انا جبته خلاص اعمل ايه طيب؟ حرام عليك يا احمد، هو بيعمل كده ليه؟ مش عارف هو يعني هو متعور؟ مش عارف شوفيه كده. لا انت مجنون ولا ايه؟ اشوف مين؟ ما تشوفيه يا بنتي. لا يا ابني بقول لك شكله كلب تعبان. مش هيعمل لك حاجه. بقول لك شكله كلب تعبان. والله ما هيعمل لك حاجه. لا. طب بصي معايا عليه بس عشان يا انا احمد مش عايز أحمد، مش عايز أنت ابص عليه بتصور برضه. مش عايز ليه؟ ابص عليه طيب. انت مخبي عليا حاجه؟ لا. هتقولي بقى نربي الكلب التعبان ده؟ لا انا مش ربي. هربي كلاب في البيت تاني يا احمد. طيب حاضر حاضر لو والله سمحت. لا والله العظيم قلبي وجعني مش قادره، انا جسمي كله بص. طب تعالى بس هنبص عليه مع بعض لا. مع بعض مع لا بعض. لا يا احمد لا، اعصابي ثابت. وحياة ربنا التوينز بتاعي وقع، التوينز بتاعي وقع. طب ماشي خشي هاتيه طيب. اخش اجيب ايه يا احمد؟ خشي هاتيه يا بنتي معاك اهو لا. معاك اهو معاك اهو. مش هيعضك ولا حاجه. ما بيعضش إيه شوف لي التوينز. الكلب ده ما بيعضش. التوينز بتاعي بقول لك وقع. ما بيعضش الكلب. الكلب ما بيعضش. ما تخافيش يا بنتي. خشي بس يا ابني. خشي بس يا بنتي ما تخافيش. يا نهار ازرق يا لهوي يا ناس يا بنتي طب خدي بس خدي. انت سايبه الباب مفتوح. انت سايبه الباب مفتوح. انت سايبه باب الشقه مفتوح. باب الحمام مفتوح. باب الحمام. يا نهار اسود يا ناس. تعالي بس. اصوت ولا معلنا الناس يا ابني؟ الجيران اصوت ولا معلنا الناس؟ الجيران ايه يا نهار اسود عليا يا نهار اسود. الجيران بس. وحياة ربنا انا هلم الجيران عليه. هو انت مجنون؟ احمد هو ده خنزير؟ يا نهار اسود عليا يا نهار. احمد انت مجنون؟ خلاص همشيك. هتمشي ايه يا ابني انت عبيط؟ طب ده ماشي ما انا بالراحه انا بس. لمسته بايدي. بالراحه طيب. طب بقول لك انا لمسته بايدي. طب خلاص ما تزعقيش طيب ما تزعقيش. ما زعلش ايه يا نهار. حاسه ان انا هرجع مش قادر. طيب بس يا ام معز لا ما توقعتش ان ردة فعلها تبقى كده بصراحه. ما توقعتش يعني. قلت هيبقى ردة فعلها عنيفه بس مش الدرجه دي يعني. ام معز والله خلاص العظيم يا احمد حرام عليك. خلاص والله. وحياة ربنا حرام عليك. خلاص هشيله احمد ده منظر ده. انت هشيله. شايف شكله عامل ازاي يا ابني؟ ده اصلا حرام يا ابني، ده نجس. حاضر هشيله. هتشيل ايه؟ انت اصلا ازاي تجيب حاجه زي كده؟ والله العظيم يا رب يا ابني انت مجنون يا ابني. انت ازاي تدخل الحاجه دي بيتي؟ هشيله ام معز خلاص. هتشيل ايه يا احمد؟ احمد انت جايب خنزير البيت. يا بنتي ما جبتش انت حاجه. سامع انت جايب ما ايه؟ جبتش حاجه. مش انا اللي جايبه. مش امال مين اللي جايبه؟ عمر انا مالي؟ انا انا تجيبوا الحاجات دي عندي في البيت ليه؟ هو انت مجنون يا ابني؟ ارحمني بقى ارحمني بقى والله العظيم تعبت منك بقى. طيب حاضر مش للدرجه دي يا احمد. هشيله والله العظيم هشيله. خلاص بقى خلاص يا ام معز بقى. هتشيل ايه؟ بقول لك مش للدرجه دي. بوافق تجيبوا حاجات بس مش للدرجه دي. ماشي خلاص هشيله اهو خلاص. لا حول ولا قوه الا بالله. هتشيله بايدك ازاي؟ هحاول اشيله وهلبس جوانتي. تلبس جوانتي؟ هلبس جوانتي لو سمحت شيله واطلع بره البيت ما تخشش هنا تاني. شيله وامشي بره. حاضر. روح بقى عند مامتك يلا. حاضر يلا حاضر خلاص اهو معز هشيله. لا الا ما قش لا خلاص شيله بقى وارميها في الزباله. حاضر يا ام معز خلاص بقى. انت ايه؟ خلاص هشيله اهو. انا دخلت انت اشيله يهودي اهو. انت؟ دخلت اشيله اهو. تعالى يا عم محدش عايزك. محدش عايزك. ده جيران يا عم. مش عارف اشيله ازاي. مش عارف اخرجه من هنا ازاي. مش عارف انت ازاي. كمان عمال تتكلم وتقول يا جدعان. طب اعمل ايه طيب؟ اعمل يا ايه؟ ابني طلعه بره طيب البيت. طيب حاضر. طلعه بره البيت دلوقتي. مش عارف اشيله ازاي. دلوقتي مش زي فاضي. ما جبته شيله.
بيشخر لي. وحياة ربنا يا احمد والله العظيم انا ماسكه نفسي بالعافيه. طيب حاضر. وحياة ربنا ما عارفه ممكن اعمل ايه. هجيب هشام يشيله معايا. دلوقتي. خلاص بقى صوتك عشان الجيران بقى. دلوقتي حالا. الجيران. وحياة ربنا ده انا اللي هلم الجيران عليك واخليهم يجوا يكسروك في الشقه الجيران. على اللي انت دخلت العماره اللي البتاع ده داخل العماره. وحياة ربنا يا احمد لو ما شلته دلوقتي لا مكلمه الحاجه وقال لها ان انت جبت خنزير العماره وشوف هم السكان بقى هيعملوا فيك ايه. ماشي ما عنديش كلام تاني. ماشي. دلوقتي حالا. ماشي حاضر. انا عشان صاحبي خليه يجي يشيل القصه دي دلوقتي معايا عشان مش عارف اشيله. مش عارف اشيله ازاي. اول ما بقرب منه بيشخرني. خش خش يا معز خلاص يا معز خلاص يا معز اصلا مشابهه. امشي يلا خلاص امشي يلا ما تجيش جنبي. خلاص انت لمسته؟ ما تجيش ما جنبي. لمستوش والله ما لمسته. خش شيله. مش عارف اشيله والله. ماليش دعوه والله العظيم ما هستنى ثانيه. بحلف لك بالله ما هستنى خلاص ثانيه. معز احمد انا همشي معاك. التوينز بتاعي فين؟ هات لي التوينز بتاعي طبعا فين؟ ماشي هجيبهولك هجيبهولك. شوفولي فين يا ابني؟ التوينز بتاعنا مش عارف التوينز فين يلا؟ باجي بس ما تزقيش ما تزقيش طيب. انا عايزه التوينز بتاعي. طب ماشي بشوف اهو. التوينز بتاعها فين؟ التوينز بتاعها فين؟ مش جوه التوينز مش جوه والله ما جوه شفته. هو هجيب هشام دلوقتي اهو وهيجي يطلعه. ماشي خلاص. انا يا معز زعلت مني ودخلت اوضه قفلت على نفسها ومش عايز تفتح الا لما اخد الخنزير ده وامشي. فانا هحاول ان انا ايه اما هشام يجي بس هطلع الخنزير امشيه. هحاول ان انا اجيب لها اي حاجه ارضيها بيها يعني عشان ايه سرعه وحشه بصراحه يعني. لو عجبك بس المقلب لايك سبسكرايب فاهم عشان اديك مقلب من ديت اكتر. انا مش عايز اسمعها. انا صوتي مش عالي عشان ما اسمعهاش بس وقاعده جوه عشان ما تبقاش متغاظه اكتر. مين؟ عشان تعال حقني. في ايه بس؟ عايز امشي الخنزير بس شيل الخنزير والنبي. خنزير هنا؟ كده في الحمام تعال. تمام؟ تعال. بس انا اجيب حاجه اشوف فيه. ماشي. بص انا هطفي النور عشان ايه؟ عشان هو ما بيشوفش في الضلمه. ماشي؟ هو واقف فين؟ بص اهو. بص ليا في البانيو. بص. ماشي؟ يلا خش. حط بتاع هنا عشان ما يشوفش. بيعض ده ولا ما بيعضش بس بيشخر. ايوه حط على هنا. ايوه بص طلع تاني. لا استنى بص يعمل ازاي؟ مش فاهم حاجه بعدين هيك كده. زق من ورا ايوه بس الله ينور عليك. هو دي فين بابا؟ في اي حته ما اعرفش. ممكن يقطع الشكاره ولا لا ما تقدرش تقلق. بس يا جدعان كده مشيت اهوت خلاص. هشام هيمشي الخنزير خلاص وانا هحاول اراضي معز واشوف الدنيا تمشي ازاي.